من شمكار مدمن مخدرات ودري مجلوق في الزناقي والدروبه ديال هولندا اللي كان المستقبل ديالو باينه غيكون هو الحبس ولا السبيطار. الواحد من احسن اللعابه في العالم واكثر مغربي صانع للاهداف في تاريخ دوري اوروبا. بغيتو تعرفوني على من كنهضر؟ وجدوا لي راسكم حيت القصه ديال اليوم عامره بالعبر والدروس. مرضي ميمتو، سمحوا لي بغيت نقول مرضي الجمهور المغربي كامل اللي عمرو غيتخص. هو اليوم اللاعب الاقوى في الرقعه المغربيه، عنده 29 عام وكيتحكم في الكره بشكل خطير. اكثر من 110 د البيوته مع الانديه وباقي العطي يعطي. ونزيدكم هادي اكثر من 140 تمريره حاسمه. واش تي هو الا زق الكره وما ماركاهاش كيخلي في حسها لماره. واجي بعدا نتعرفوا عليه شكون هو. حكيم زياش المغربي القح، هو في الاصل من جهه الريف وبالضبط بركان، زاد في عائله مكحطه وعلى قد الحال. عنده 8 ديال الخوت اخرين فرقه ديال الكره. من بعد ما تولد فكروا والدي انهم يحرقوا لهولندا. ملي مشاو لتما عاشوا في واحد الحي صغير محشر ومعروف بالمشاكل والجرائم والمدمنين. ما كان عندهم ما ياكلوا غير عائلتهم اللي كانوا مره كيصيفطوا لهم شي بركه باش يعيشوا، حيت بابا مسكين كان ما خدام ما ردام، كان عيان بزاف ومجبد في الفراش. كان عنده واحد المرض صعيب وخايب الله ينجينا وينجيكم، وكانت الحاله ديالو فريمون صعيبه. هنا حكيم بدا كيلعب كره مع خوتو عنده 5 سنين، وكان هذا هو المتنفس الوحيد ديالو. خوتو كانوا كويريات ديال بصح وهو كان كيشرب منهم الحرفه، كانوا مفشينو ديال بصح واللي بغى يديرها كيوفروها ليه، ولكن هو كان راسو قاصح وواحد المعكس منه ما كان. كل مره كيجي يدق عليهم واحد من ولاد الجيران كيتبرى منه. نورمال الولد كان كيخرج دوك المعاناه اللي كيعيش في التوحد وفي العنف، وزاد على الطين بله تبله ولا معروف تما كل نهار كيخرج يقلب على شكون يبيع ليه الحشيش. ايوا هنا ما بقالو غير يدوز الشفره باش يبدا يدبر الفلوس باش يشري المخدرات. وصل حكيم ل10 سنين وهنا باباه مشى عند الله يرحمه ويواليه برحمه الله. حكيم زاد حقد، كان كيشوف ميمتو مسكينه بوحدها هزه الحمل ديال 9 النفوس وكتقاتل عليهم. وملي وصل حكيم ل 14 عام دار ساكو في كتافو وقال لميمتو هذا لها ميمتي، صافي بركه غنمشي نقلب على راسي ونبني مستقبلي، غنمشي لاكاديميات هيرنفين الرياضي. داكشي اللي كان. مشى زياش بدا معاهم ولا راجل ونص، كيجمع فليساتو بشويه وكيهزهم كيصيفطهم لماما وخوتو. ولكن الكاركتر ديالو اللي كان صعيب ما خلاش يكمل، ما خلى مع من الدابز، ها المدرب ها الدراري ديال الفرقه ها ليكيب، طلع ليه كلشي في راسو وعاود خرج من الاكاديميه. كيقولوا البليه كافره، حيت للاسف الفلوس ملي سخنوا ليه جيبو خرج عاوتاني رجع للادمان، سالاو الفلوس. وهنا رجعت حليمه لعادتها القديمه، رجع كيخرج يشفر الناس بالجنويه باش يجي في الفلوس باش يشري حشيش. هنا حكيم اكتئب ووصل للاخر، بدا كيفكر في انتحار. ولكن ربي كبير كيسخر لينا ناس في حياتنا في الوقت المناسب. عزيز الفقار المحترف المغربي في هولندا سابقا كان هو المنقذ ديال حكيم زياش، وهو اللي خلق لنا هاد الصاعقه الكرويه. ملي شافو كيلعب تعجب الطاقه اللي عنده وبدا كيوجهو. عزيز معروف ديما كيعاون الشباب المغربي وكيانتغريهم في الكره العالميه، ولكن هاد المره الفضل ديالو كان على حكيم زياش كبير وبزاف. حاول يقنع الاكاديميه باش يردوه، ولا كيعاون حكيم يتبدل كيعلموا اخلاقيات الرياضيين الحرار، خلاه يولي يتريني بزاف اكثر من صحابه. 2012 زياش عنده 19 عام، لعب اول ماتش مع هيرنفين في الدوري الهولندي. بانت الموهبه ديالو والنضج ديالو في اللعب، في 2 مواسم دار 13 جول. وفي 2015 ناط الحرب عليه بين المغرب وهولندا، كلشي مقاتل على شكون غيخليه يلبس التوني ويشرف المنتخب ديالو. بروباغندا وصداع كبير خلقته الصحافه الهولنديه، ضغطوا عليه بجميع الطرق اللي ممكن يطيحوا لكم على بالكم. Ja, zoals ik net al bij Fox heb aangegeven, ik heb mijn uitnodiging geaccepteerd en verder wil ik het daarbij laten. Maar een uitnodiging accepteren is één, maar ga je die uitnodiging nu bijvoorbeeld heroverwegen, nu je weet dat dit je keuze definitief maakt? Zoals ik net al zei, daar hoef ik niet op te antwoorden. Maar je gaat er wel over nadenken, want zonder dat je erop hoeft te antwoorden kan je wel ergens over na gaan denken, of niet? Dat zou kunnen, ja. Dat weet ik niet. سير ولدي انا بغيت لك الرضا. المهم زياش حار وداخ شنو يختار، دار صلاة الاستخارة ومشى تشاور مع نبض الحنان ميمتو العزيزه. وراكم عارفين المراه المغربيه كيفاش كتكون كتموت وكتقتل على بلادها. قالت له نوسك وليدي حبيبي على بلادك
وارض جدادك. فرحة المغاربة بك وليدي العزيز، ثق بيا، ما كتباع ما كتشرى. ما زادش معاه هضره، هز حويجاتو والتحق بالمنتخب المغربي. وقع ليه مشكل مع هيرفي رونار وما اختاروش يكون معاه. هنا الصحافة والمنابر الإعلامية الهولندية ركبت على الموجة ولقاتها فرصة باش تزيد تضغط عليه وتستفزو، ولكن ما داو منه لا حق ولا باطل. Ik heb de uitnodiging geaccepteerd. Daar wil ik het bij laten. واخا شيروا عليه الجماهير الهولندية بالقراعي في التيران. واستفزوه وسبوه وما خلاو ما داروا معاه باش يبقى معاهم والو، ما فاقش لهم من الناس. روح المغرب اللي كدور ليه في عروقه خلاتو يحلف ما يلبس شي توني من غير المنتخب المغربي. الظروف الصعيبه اللي عاش زياش هي اللي خلاتو ما يتاثرش بهادشي اللي وقع ليه، بقى صامد وعازم باش يحقق كاع داكشي اللي حتى شي واحد من قبل منه ما حقو. اوغوزمون زياش دخل المجال ديال الكره وبرد فيه داك الجهد اللي كان عنده واللي كان غير غيخرج عليه في يامات المراهقه. 2016 التحق باياكس، واليوم هو واحد من بين اللعابه الكبار واللي معروفين في تشيلسي. باقي كيموت على ميمتو وكيديها معاه كاع الاحتفالات الكرويه والتكريمات اللي كيتكرم فيهم. من غير الكره زياش هو سفير ديال واحد المشروع اللي كيعاون فيه الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه. القيمه السوقيه ديالو كتوصل حتى ل 45 مليون دولار. هو رابع اغلى لاعب عربي، كيموت على شي حاجه سميتها الطوموبيلات والجيمين. البنات راه ما عندوش مع داكشي ديال الحب وداكشي، هو عايش الحب غير مع ميمتو الله يخليها ليه. زياش طاح وناض، كاينين دي مومون اللي فكر فيهم كاع في الانتحار، ولكن النفس اللي فيه والنقاوه ديال قلبه خلاو سيدي ربي سخر ليه الناس اللي سهلوا عليه كيفاش يشق طريقه، ويولي اليوم مثال الشاب المغربي الطموح الموهوب اللي ما كيستسلمش وكيحقق كاع داكشي اللي نفسه فيه. كانوا هادو هما احداث قصه حكيم زياش. نتلاقاو في حلقه جديده مع قصه جديده باش نعرفوا كيفاش وعلاش. باي باي. تعليقاتكم كتهمنا وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.